هاي جايز، هاي. كيفكن؟ فما نسيناكم بالفقرة. بعرف انه كنتوا فكرتوا لي رح انسى، بس انا ما نسيت. يعني انا ذكرتها، تخيلوا انا اللي بنسى تذكرتها. anyways ما علينا، فحنجاوب على فقرة الأسئلة. وأول سؤال هو متى جولة بالبيت؟ عن جد لانه ملينا من هذا الحيط. حاجة تخبطي الستاند. هذا الحيط المشهور صار، بس جولة بالبيت نحن تقريبا خلصنا، بس في الفاينل تاتشز يعني آخر كريكي بالبيت. قريبا يعني ما ندري. تاريخ أشهر، لا أسابيع. شي بنشوف. اوكي أشهر. شو بتعطي نصيحة للناس؟ انا عن جد اسمع، اوكي انه لانه بحب اتعلم من الجيل الاصغر. اوكي، انا اول شيء خطر لي انه المدارس قربت، وبعرف انه في كتير ناس كمان قربت المدارس او الجامعه. فاي سي لانه بما انه اخر سنه لإلي وفي كتير سينيورز، يعني انا اصلا بعرف آتي هون يعني نفس العمر تقريبا. فاي سي انه قضوا وقت حلو بالسينيور يير، بس لا تهملوا الدراسه. يعني خلاص اخر سنه قفلوا منيح، انه كونوا ذكريات. كونوا ذكريات بس قفلوا. حلو كيوت. هاي نصيحة دراسية. هاي نصيحه صح؟ دراسيه. اوكي بدنا نصيحة أول شي حياتية. حياتيه. بدي اسمع من حياتيه. I'm always قد إيه gonna say عمرك؟ 17. حياتية من وحدة عمرها 17. على فكرة لا تستقلوا بالبنات الأصغر كنصائح، لأنه بيشوفوا الدنيا بطريقة مختلفة، وهذا الجيل ما شاء الله أوعى يعني. I'm always gonna say نفس النصيحة. شو؟ It stands for everything. يعني بكل ال situations يعني والمواقف بتزبط. هاي you only live once. يولو you only live once. يعني أي شيء عم تعملوه you only live once. تعملوه للباور تبعكم الكامل، طاقتكم كلها حطوه عليها، اعملوه بأحسن من ما فيكم. That's what I think. cute. I love it. انتي؟ nice. I have so many. طيب قولي يلا. المثل بيقول لك. المثل بيقول اوكي، في نصيحة حلوة. إذا كنت أنت أحسن واحد بالغرفة أنت بالمكان غلط. أي لأنه حكيتي شوي عن دراسة وقلت إنه اوكي اذا بدكم تتعلموا عن جد، مثلا بيقولوا مثلا حاطوا حالكم بين مثلا مليارديريه، بتاخذوا الثقافه والافكار والجو اللي هن عايشين فيه. فاكيد انتم حتضلوا عم ترفعوا حالكم ستيب. اما لو انتم كنتوا احسن، اذا انت او انت كنتوا احسن شخص بهاي الدائره او السيركل، اوكي ما حتتطوروا. ما في فايده. صح. got it. اوكي جنى انت جاوبي، لانه انت you're still in school. كيف ممكن الواحد يظبط نومه قبل المدرسة؟ انت شو بتعملي؟ كيف؟ يعني اذا انتم هلا ما سليب سكجول تبعكم بتفيقوا كثير متاخرين وبتناموا متاخرين، فيقوا بكير حتى اذا انتم نايمين متاخرين مشان تنعسوا بوقت الليل الصح. صح انا هيك بعمل. صح وقت يخرب نومي يعني خلص بتفرطوا بالاخر اليوم. مثلا لو سهرت، اوكي سهرت لنقول مثلا نمت الساعة 1 أو 2 وانا بدي فيق 6 الصبح، اوكي اللي هو وقت المدرسة او 5:30، اوكي فبدي اجبر حالي قبل المدرسه انه في كل يوم بهذا الوقت، حتى لو انا ماني نايمه مشان يتظبط. بس تعال لكم انا يعني حاعترف بشيء انه انا ما بظبط نومتي ليومين قبل المدرسه، بس انا نومتي مو كتير سيئه صراحه. لا ما شاء الله جنى من النوع اللي بتفيق كتير 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 بسرعه. انا في بسرعه اذا وخلص دغري بتصحصح وبتقوم. يعني مو انه بضل قاعده وهيك، بس يعني في هذا الكسل. يعني انا عكسك، انا بضل قاعده. لا بس يعني اذا فاضيه بضل قاعده. ليه لا؟ صح اذا حسب شو عندكم اليوم. اي بس انه من ناحيه مدرسه لا تمام دو ذات. عم تستنيني انا اعمل اوكي ماشي. في عنا شخص مو حياه مكتئب، والنفوس صارت مو نفوس، والجو صار مو جو. وخالتي صارت عمتي. بسم الله كيف صرت عمتك فجأة. وانا صرت اختكم. عن جد كثير زعلان الاخ هون. الحياة صارت مش حياة. ليه؟ فلقد يوجد الإنسان أن يرجع لنفسه في هذه الحالة. شو حكيتي؟ قد يوجد على عادي. نعطيك طاقة إيجابية بس. It's okay. حتمر الفترة اللي انت عم تمشي فيها. حط أغاني حزينة وبعدين نعيش الجو وبعدين خلص. انت كأبتي بزيادة جنى، كأبتي للزلمة بزيادة. لا خلص حط أغاني حزينة، عيش الجو وبعدين خلص يصحصح. تعرفوا مفهوم الحياة. اشرح لكم it's so weird. اوكي وقت تكونوا ماشيين مثلا بالمول او in public، اوكي ويكون في ناس هيك random people، دائما بتطلع على اشخاص الغريبة بقول
شو صاير بحياته هذا الشخص. اكيد عنده مشاكل، اكيد مثلا ممكن صار ما عنده بروموشن مثلا، طور بشغله، ممكن ما بعرف، انه دائما كل واحد عم بيعيش شيء وهذا مو داري عنك ولا انت داري عنه ولا فلان داري عنك. انت بنفس المكان. اوكي، بس نحن كلنا عايشين بكوكب الارض، فهو كتير غريب. فالحياه عن جد انت بتقرر شو هي. فانت كل ما تحكي او كل ما تحكي انه الحياه صارت مو حياه وضليتوا تزرعوا هاي الفكره براسكم، انتوا عم تخلقوا هذا الشيء. لانه الحياه كل واحد بيعيش حياه مختلفه عن الثاني. مو لايف ستايل، الحياه هو شخص، الحياه في يكون انت الحياه يعني. صح، انت بتصنع الحياه. فلا تكتب يا زلمه. هون نحن بنعرف انه زلمه لانه كان مكتوب اسمه، ف عادي. You only live once. يولو، عن جد يولو. لا، ما في شيء مستاهل يا زلمه، ما في شيء مستاهل. بخوفك انك انشهرتي بعمر صغير، وكمان شو الايجابيات وسلبيات الشهره بعمر صغير؟ I don't like the word مشهورة. هذا أول شيء يعني بدي أقوله. ما بحب الكلمة مشهورة. يعني أنا بحس حالي عايشة نفس حياتكم. يعني كل بنات اللي بعمري أنا نفسهم. يعني نحن كلنا عايشين نفس الحياة، مدرسة، رفقات، جو، طلعة، فوتة. يعني نحن كلنا نفس الشيء، بس يعني إنه أنا عرفت بعمر صغير هو فيه يكون منيح ومو منيح حسب كيف أنتم بتتعاملوا مع السيتويشن. اوكي. ويعني أصلا أنا أهلي الحمد لله يعني everyone حتى اختصاصه يعني سبورت كبير، وهن انه مشونا بالطريق الصح. يعني هون وجهونا ونحن خلص اخذنا ستايلنا، اخذنا نحن شو بنحب شو ما بنحب. فبحس اتس فاين. سلبيات يعني ممكن تتاثروا فيها، بس اذا انتم واثقين نفسكم وعم تعملوا شغل انتم بتحبوه ما حيكون سلبي. ما في شيء سلبي ابدا. هو فيه، بس انتم لازم تعملوا معه بالطريقه الصح. كوركت. يعني اذا انت خليتوا يتاثر عليكم وهيك وهيك، انتم عم تردوا على راي الناس. راي الناس ما بيهمكم. انتوا بيهمكم حالكم اذا انتم بتحبوا طيب الشيء. في شيء ثاني سلبي غير رأي الناس مثلا انه بعمرك انه اتس يونغ بتشوفيه؟ لا، انا بحس انه اصلا جيلنا نحن وي لاف فيلمينج، نحن كثير بنحب انه نحكي ونتعاطى وسوشيالايز مع الناس. بحس لا، هو الفرق انا بس نزلته اون بابليك. صح اي اجري يعني هو ما في يعني وضعك تمام 100 الحمد لله. كيف تأقلمتي مع التنمر مع السوشيال ميديا؟ انت بدي اقوله اذا انتوا عندكم هيترز يعني انتوا وصلتوا لمكان حلو. اوكي بس عن جد يعني واقعيا انا بحس اذا انتوا عم بتدوروا على هذا الشيء السلبي وبتضلوا بتحسوا انه عم دور عليه، حيضل عم يطلع. يس. بس اذا انتوا شفتوا، ما عم اقول ما فيكم تتاثروا، هيومن نحن بنتاثر، بس لازم تتعاملوا اذا انتوا بتحبوا هذا الشيء وانتوا مقتنعين اللي عم تعملوا، لا يهمكم راي الناس. صح. بس اكيد يعني في سلبيات، بس اتس نحن بيهمنا راي الناس اللي بيشبهونا. صح. اللي يعني ممكن يجوا بطريقه حلوه، اكيد بيهمنا يعني. هذا الشيء. بس انه الناس اللي بتجي بطريقه مو حلوه، انا برايي انه ما في داعي. يعني انتوا استفدتوا. هلا غير انه شو استفادوا، هن بس بيصبوا النيجاتيفيتي على هذا بالضبط. بس هذا الشيء بس بيعكس عن جد مرايه. يعني انا اذا هلا اجيت قلت لك يا جنى انت كثير بشعه، اوكي ليتس سي انا عيوني البشعه مو انت البشعه. اي بالضبط. لانه كل الناس حلوه اذا شخصيتهم ولك هذا يدير شوفي انت بيضحك الموضوع، لانه عن جد رب العالمين خلقنا باحسن صوره وكلياتنا بنعرف هذا الشيء صح. فانه كثير غبي وقت نقرا كومنت لناس عم يكرهوا عالم. بتعرفي كيف كمان بفكر فيها؟ كيف؟ انه انا انسان وانت انسان، صح، نحن من نفس الفصيله. ليه عم نكره بعض؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، اكثر شيء بنرفزني كمان البنات مو للبنات صايرين sometimes. لا في بنات للبنات، بس كثير قلال. يعني الاكثريه عم شوف انه البنات ما عم يدعموا البنات انه بس فكره غريبه. يعني هو غريب. يعني هو في جهتين في جهتين للقصه. بس ايه انتوا شوفوا الجهه الحلوه. ايه بس بتذكر اول ما انا دخلت على السوشيال ميديا الواحد لانه عن جد كانسان بيحب يدور على الاشياء السلبيه. ما بعرف ليه. صح. اوكي فكنت لانه اي ثينك نحن بدنا نطور من حالنا، فبنشوف السلبي وبنحاول هاي طريقه تفكيرك ما شاء الله. يعني سلبي يعني ما بيكون سلبي منكم، يعني بيكون سلبي منهم. يعني انا عن جد مو لانه بنت اختي، بس انه جنى بعمر صغير واصله لهذا الوعي رائع. انا وقت دخلت اوكي كنت اكبر منك، بس كنت ادور
وقت مثلا اعمل بوست ولا شو مكان، كنت افتح ما اشوف الكومنتات الحلوه، هيك عيني خلص انه بس بدها تطرق على الكومنتات السيئه، ما بعرف ليه. لانه هن اصلا يلي they stand out، هن اللي يعني بيكونوا بدون هارت، ايه بس بعدين بدون حب. بعدين بتاثر، اوكي بتاثر وبنسى يعني الإيجابي. بنسى الملايين من الكومنتات الايجابيه وبركز على 5 سلبي. انا كيف بفكر فيها؟ يعني انا كثير بفكر فيها لانه مره سالوني انه انت بهمك الفيوز، يعني انا اكيد بهمني الفيوز اوف كورس هذا بس انتوا شغلك. تخيلوا انت واقفه عم تعملي حياتك عاديه وبعدين 20 واحد اجى لعندك وقال لك انت كثير حلوه. الواحد اللي اجى لعندك وقال لك انت كثير مش عم حيأثر. صح. ترو يعني حطوا حالكم ان ريل لايف سيناريو، انا كثير بحس هيك. حبيت بس والله. اوكي هذا السؤال، كيف اواجه البنات المنافقين عربي بالمدرسه؟ صح. بسم الله. كيف اواجه البنات المنافقين بالمدرسه؟ كيف؟ بدي اسمع رأي آخر، لأنه في كتير كمان بنات بمدرسة بالمدرسة ممكن يكون في هيك أنا في عندك ناس منافقين ولا شو؟ لا ممكن يعني، فبدي اسمع نصيحتك. أوكي أحكي لك شغلة. يلا. شو أكتر شيء المنافقين بيكرهوه؟ إنه بيوصلوا لنقطة الضعف تبعك. لا هن وات ما فهمت السؤال. شو أكتر شيء المنافقين بيكرهوه؟ شو بيكرهوه؟ شخص ناجح. فهمت. إيه أنت شو الجواب؟ بزقتي على وشي. بس قولي لي شو التجاهل. صح. اوكي ميك سنس. الناس المنافقين بدهم تجاهل وراح يموتوا ويطقوا نار. يعني انه شوف بالمدرسه نحن مثل كلوز انفايرمنت، اوكي؟ فعن جد ممكن يمر عنا ناس يكونوا منافقين، يكونوا مثلا مقهورين، متجاكرين من نجاحك، شو ما كان يكون في شيء عندهم نقص، مو يعني نقص عندهم مو موجود عندك، وباي ذا واي كمان نفس الشيء في اشياء عندك مو موجوده عندهم. بس الانسان المنافق اللي مثلا بيجي بدهم ينزل من الشخص، لا مو ما ينزل من الشخص، بيجي مثلا بيضحك بوجهك ومن ورا ظهرك شيء، عم يستغبي اللي قدامه، هون عم يستغبوكي. اوكي انت مفكره انه هن ما عم بينافقوا؟ لا لازم تعرفي في كثير اشياء ببين انه هذا انسان منافق. اوكي ولازم كمان ولازم تتجاهلوا. لانه كل شخص بيحاول يستفزك ولا يخرب سمعتك ولا شو ما كان، هو بس بده ردة فعل منك. صح. انا هلا لو اجيت سبيتك شو بدي منك؟ بدك يعني هيك انفعل عصب بالضبط. فانا مثل كانه عم بتحكم فيكي، انت ما تخليني اتحكم. صح. ما تخليني اتحكم بمشاعرك، وخليهم هن يعملوا اللي بدهم اياه، يضلوا ينافقوا ليشبعوا، وانت خليكي بطريقك وما تطلعي. صح هيك. عن جد exactly. I don't see، لا ارى، لا اتكلم، لا اسمع. هو ذا. عرفتوا هذا الايموجي؟ ايه هو ذا. اوكي شو اصعب موقف مريتي فيه وشو تعلمتي منه؟ على فكره كل شخص من شو ما كان العمر، اوكي بس انا لازم احكي شغله، انه حيطلعوا ناس يقولوا ايه لساتك صغيره شو يعني عم تمري مواقف صعبه. على فكره كل عمر وفي له قدره تحمل، اوكي؟ فممكن الصعب إلا ما يكون صعب لكم، بس كنتوا تحترموا انه هي مرت فتره ممكن تكون صعبه، صح ولا لا؟ او موقف صعب. لا بدنا كمان انت تجاوبي على السؤال. انا؟ بس اول شيء انا موقف صعب مريت فيه هو صعب. اوكي موقف صعب بس يعني نقطة ضعف بس نقطة قوة بنفس الوقت لإلي. حلو. شو هي؟ هو التايم مانجمنت. اوكي اول شيء كثير عانيت بالتايم مانجمنت. من اي ناحية؟ شو كنت حاسة حالي انه مانجنج، يعني انه تتحكمي بوقتك؟ بوقت شو؟ وقت دراستي، سوشيال ميديا، رفقاتي، حياتي. كنت حاسة حالي I'm leading a double life. يعني بالصبح شيء وبالليل شيء ثاني. طب كيف تعاملتي؟ الباتمان تعاملت، نظمت وقتي احسن. اوكي اعطيت كل شيء وقته الصح. يعني كنت عم حاول انه استعجل، لحق هذا كنت عم حاول اعطي كل شيء. طب هذا الشيء ما تعبك؟ هو بيتعب بس تعودت. هذا اول شيء. وثاني شيء تعلمت كيف اعطي كل شغله وقت الصح. حلو. عن جد الواحد وقت يتعب من شغله لازم يلاقي حل. لا وقت يتعب من شغله بتضلي عم تكملي فيها، لانه اخر شيء الشخص بيتعود ببطل شيء متعب. لانه انتوا لما بتجمعوهم بيكون ضغط، بس كل شغله لحالها انا كثير بحبها. فكانت نقطه ضعف بس بنفس الوقت نقطه قوه لانه لحالها واو فيها انا، بس لما بتجمعون مع بعض كان كثير صعب اتعامل. بس هلا تمام. برافو. هلا تمام. حبيت. انت؟
شو اصعب موقف مريتي فيه وشو تعلمتي منه؟ كمان مثلك يعني كل شيء صعب في له نقطة قوة. الوعي. الوعي صعب. هاي حلوة كمان. لانه هي ما دخل العمر على فكره. الوعي ما بيكون له علاقه بالعمر، له علاقه بالمواقف اللي بتصير او الاشياء اللي الواحده بتمر فيها بحياتها. مثلا اذا وحده كانت بالمدرسه وتخرجت، هاي مرحله نقطه وعي عندها بتتغير، فهي ما شرط اوكي، هي بتجي وين ما كان. فايه الوعي مو حلو لما بنصير بنشوف، يعني وقت كنا صغار بنشوف الدنيا فراشات. الواحد بس يكبر بيمر بمواقف، ببلش يشوف الناس من منظور تاني، ببلش تفوت الأفكار السلبية بالمخ، إنه لو كان شخص إيجابي، إنه يعني هاي الأشياء هاي أكتر شيء صعب. وشو تعلمت منه؟ شوفوا ما بنكر إنه الوعي خلاني أكون أوعى سبحان الله. إنه يعني أعرف أتصرف، أو تعلمت كثير. أوكي تعلمت أشياء كان مفروض تكون متعلمتها، بس تعلمتها بوقته الحلو. بس هو كان وقته الحلو هو الوقت الصح انه انت تتعلمي فيه. ايه بس كانت صدمه لانه هي اجت فجاه. ما انه ستيب باي ستيب. صح. هي اجت فجاه. فيا نعم تمام. we're doing this يعني. تفضلي خالتك الكبيره او الصغيره؟ بدي جواب. كيف هذا الايموجي تبع؟ لا ما بعرفه، بعرف الجواب بس. يلا معك 5 ثواني. عندي خالة وسطانية. مين الوسطانية؟ ماما. امك؟ انت تمام؟ ما فهمنا النكتة ما في نكتة، يعني هن 3 وات؟ ايه بالضبط، نكتتك مو ظابطة. ما بعرف. المهم هلا لا تلفي وتدوري. لا ما في مهم. مين بتختاري، انا ولا لما؟ حالي. انا ولا لما؟ هيك صارت غنية. انا ولا لما؟ سوري لما، بس هي قالت لي انه I'm her favorite. كيف الواحد يواصل على الاستمرارية لأنها أصعب مرحلة عشان يحقق اللي بده إياه؟ صح. كيف؟ أصعب وأهم شيء. إيه كيف الواحد؟ أنت عندك كتاب هون. إيه. ضروري تقريه، هاتي لشوف. هاتي. هذا هو. Atomic Habits. هذا الكتاب. هاد. بدك تعرفي؟ هذا. read this. قريتي؟ لا لسه. لازم تقريه. فيه القوانين وكل شيء لتعرفي كيف الواحد بيستمر، لانه ما في شيء اسمه دافعي اللي هو الموتيفيشن. صح. اوكي هذا لانه في مرحله كمان اسمها بيرن اوت. اوكي فالموتيفيشن ما انه موجود، والناس بتفكر انه الدافع هو اللي بيخلينا نحن نستمر. غلط. شو اللي بيخلينا نستمر؟ شو مكتوب هون؟ atomic habits. شو هاي؟ habits يعني what's habits بالعربي؟ عادات. العادات اللي بتخلينا نستمر. هو ده. وقت نبني عادات تناسب الشيء اللي نحن بدنا ننجح فيه، هو اللي بيخلي عنا استمرارية. لأنه العادة هو شيء أساسي بحياتنا ما بنغيره. مثلا ممكن يكون عنا عادات سيئة، واحدة من العادات السيئة اللي أغلبنا عنا إياها ناكل ونحن عم نحضر. صح؟ نحن عنا ما عنا اياها. نحن عنا وقت الاكل بيكون فاميلي تايم مثلا يعني. اوكي بس مثلا في ناس عندهم اياها، وهي عاده مو منيحه، ممكن تشيلك عن اشياء مهمه ثانيه. مثلا في عاده فئه التخت ونمسك تليفون، فمثلا لنقول في واحد بده يعتني بصحته اكثر، ممكن عاده يضيفها انه يبطل يستعمل التليفون اول ما يفيق، يقوم يعمل له 10 بوش ابس كل يوم، فرح يتعود تصير عنده عاده انه يفيق ويعمل 10 بوش اب بدون ما تكون ثقيله. اي اول شيء حتكون، بعدين طبعا لانه عم تضيفوا عاده، انتم عم تشيلوا عاده صار لكم سنين عم تعملوها وتضيفوا عاده جديده، فلازم تضلوا مستمرين عليها. بس والله الاستمراريه هي عادات. حبيت. اوكي انا جاوبت على السؤال زمان عندي. اعطونا نصايح للمراهقين. انا مو مراهقه، انت مراهقه، اعطيهم نصايح. او ماي جاد. اوكي نصيحه بكون اذا انا سمعتها بنبسط او بستفاد منها. لا انه تفيدي المراهقين، لانه انت مراهقه، فانت قادره اكثر شيء بهن شو بحاجه لشو. ما بعرف شو حكيت. بحاجه. شو النصيحه اللي بتحسي المراهقين لازم يسمعوها؟
كونوا كونوا علاقة حلوة مع أهلكم لأنه it's long term. نايس اي لأنه لاف في مراهقين they're like مراهقين؟ خلاص إنه يكونوا إنه لا ما عم تفهم ما عم تعمل بس أهلكم بدهم مصلحتكم يعني هن they're doing this because they love you. هن الناس الوحيدة اللي بيحبوكم. I love لا it. بس basically يس لأن المراهقين أول ناس بيراهقوا عليهم أهاليهم. صح. يس وهن بيتحملوا. إيه، فبي grateful for that. يا حرام. كونوا ذكرى حلوة وعلاقة حلوة. عرفوا حالكم انتم عم بتراهقوا. هاي اهم شغله. لازم تعرفوا حالكم عم بتراهقوا. ايش لازم خلص بكفي. شو تعلمنا من انتي تاسو؟ كثير شغلات والله. شو تعلمتي مني؟ نو اكشلي لك عن جد من خالتك اوكي ساره. من انتي ساسو شو تعلمتي؟ اوكي انتي ساسو بيبي انتي ساسو او ماما انتي ساسو؟ حلوه اعطينا الاثنين. انا هون لاسمع. يلا جايز التواضع ما في تواضع ما في. يلا احكي. من انتي ساره تعلمت. بدي اعرف بيبي انت عن جد تعلمتي مني بيبي انتي ساره؟ بيبي انتي ساره يا شو بتذكر كان دائما انتي ساره كانت هي نحن كنا لانه 5 بتذكر بلجوا لي وسامي كنا كان هيك الجروب عن انتي ساره وهي كانوا اصلا البيرنتس اهلنا كانوا انه يحطوا يحطوا حياتنا بايد انتي ساره. does that make sense؟ ايه اوكي انه يعني كانوا هي مسؤوله عننا. ايه كانوا اخواتي لما يطلعوا انتي ساره كانت مسؤوله. صح فتعلمنا منها انه تكون انه be full of life. that's what we learned. انه دائما نكونوا مبسوطين يعني انه ما في داعي نحمل الامور انه خلص يلا هيك صار يلا continue living. انا هيك تعلمت منها. يعني انا بوزيتيف. yes positive والله positivity. وfrom baby انتي ساره هاي بعد هاي لا ماما انتي ساره. ماما بيبي انتي ساره. لا هلا ماما انتي ساره. ماشي لا فوتينا بالحيط. ماما انتي ساره تعلمت الثقافه. كيف يعني انا مثقف يعني we know انه the general knowledge about being a mom و being انه this mature person بس انتي took it to a next level. يعني you proved انه نحن young moms نحن بدنا نكون مثقفين بدنا نعمل الشيء الصح بدنا نعمل يعني it's so nice يعني. يا بيبي أثرت. ما في كمان أشياء ما بدك تحكي كمان أشياء؟ لا بكفي. هلا لما بوست ماما انتي ساره كمان علمنا التربيه